أربع شهور من آخر حلقة بودكاست تمام. أنا جايلك. تمام. انا جيت لك اهو. المهم الحلقه دي هتكون لحظه. ايوه، ايوه انا عارف الحلقه دي هتكون عن البلو مانداي. ممكن بقى تسيبني طيب عشان المستمع بس شويه بس معايا. تمام حلو اهو. دي بس من الاجواء بتاعت بودكاست علمي، يعني شاوت اوت للبودكاست ده. طيب انا هقول لك مثال كليشيه. تخيل ان انت قاعد مع اتنين صحابك والاتنين بيتخانقوا على مين رأيه الصح. ده الاولاني بيقول ان التاني غلط، والتاني بيثبت العكس ان هو صح، والاولاني برضه ومعاه ادله واثباتات. فهم قالوا لك انت ايه رايك؟ فالمنطقي انك تسمع الاتنين وتقرر، على الاقل يكون عندك راي، يعني بعيدا ان صح وغلط بس يكون عندك رأي تقوله. فده بالظبط اللي حصل مع البلو ماندي. فعشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نحكي القصة من الأول. فده بودكاست ما المعنى. البلو ماندي، الاثنين الأزرق. الموضوع كله في تالت يوم الاثنين من شهر يناير. ده يوم كئيب وحزين، اكتر يوم هتحس انك مطفي فيه. في بداية نص الالفينات ده الوقت اللي اول مرة كيلف انرال يستخدم الاتنين الازرق، وده يعني بتاع جو التحفيز وانت تقدر وقوم وقف والكلام ده. بس الكلام ده ما عجبش المجتمع العلمي والاكاديمي ورفضوه كله، وصمموا على الرفض ده لان طبعا مفيش اي اثباتات على ده. مؤشرات الصحة العامة بتقول ان حالات الوفيات والغياب بسبب الامراض هي مش بتيجي في اليوم ده بس، وممكن اصلا يكون ده بعيد عنه. بس في حاجة غريبة هنا في الموضوع، ان الوسائل الاعلام الاساسيه بتنشر ده وبتروج له على انه ده حقيقي. وانا بقول الغريب هنا لان المفروض وسائل الاعلام اللي هي الاساسيه ما تقولش اي خبر كده وكل المجتمع علمي يعني رافض ده. فده معناه ان ممكن فعلا كلام كلف يكون حقيقي بس المجتمع العلمي بيتعامل بالارقام والاحصاءات بس. وعشان نجاوب على السؤال ده فلازم نروح الحاجه الاول، وهو لو يعني البلو ماندي مش حقيقي ومش مثبت علميا فهو ايه اللي طلعه؟ يعني ايه الغرض منه؟ ما هو اكيد في تفسير منطقي في كل ده. طيب كل اتنين ازرق بيجي في ناس شافت حاجة كده من بعيد في الموضوع ده. وكالات السفر عملت تسويق لرحلات الشواطئ واجواء مشمسة عشان يعني الناس تفك وتهرب من اليوم ده. ففي شركة اسمها سكاي ترافل بتاعت الاجازات الشتوية من اكتر الناس اللي كونت فقاعة الاتنين الازرق عن طريق انها تعمل تسويق لرحلاتها، وخلت متحدث تحفيزي قبل كده يعمل زي معادلة رياضية عشان يثبت صحة اليوم ده ويقنع الناس. فمين يا ترى الشخص ده؟ هو كيلف انرال. ايوه بالظبط، بتاع التحفيز اللي قلته في الاول. يعني بوم بلوت تويست. يعني شفت اللفة دي؟ طب ده رحلة اثبات ان اليوم ده حقيقي. في اي رأي العلماء واثبات العكس هنلاقي ان في مقاله اتنشرت في موقع NHS للصحه النفسيه ان لما حد يحس في الشتاء انه حزين وكئيب ويبقى حالته مش طبيعيه ده فعلا حقيقي جدا، بس مش بسبب الكلام اللي بيتسوق له لليوم ده، بسبب انه في حاجه مشهوره بالاسم ده وهو الاكتئاب الشتوي. هو عباره يعني عن اضطراب مزاجي مؤقت، نوع من انواع الاكتئاب الحقيقي مربوط بفصل معين. على فكرة يعني ممكن يجي في الصيف عادي بس مع ناس اقل، وساعتها بيكون مزاجه سيء، يعني تلاقيه ما بقاش بيستمتع بالحاجات اللي بيستمتع بيها، ممكن يحس انه ملوش لازمة ويحس بالذنب، حتى ممكن يوصل لإيذاء النفس. واحدة من العلاجات المشهورة يعني ناس كتيرة استخدمتها وفعالة معاهم هو العلاج بالضوء. الضوء، اني اتعرض للشمس لما تكون موجودة في وقت معين في اليوم زي عندنا في مصر او زي في اوروبا بيستخدموا مصباح ضوء قوي بمواصفات معينة عشان يحاكوا ضوء الشمس. ده بيفكرني بحاجة مش عارف. طيب بعد كل الإثباتات العلمية اللي حكيناها يعني الناس ليه اختارت فريق البلو ماندي مع ان في رأي بيثبت العكس؟ يمكن لان الموضوع فيه جزئية منه موجود في الرأيين، زي مثلا الأعراض اللي بتيجي بسبب غياب الشمس. فالترويج هنا اللي هو هي يلا تعالى احجز معانا عشان تاخد الأجازة وتروح للشاطئ وتتعرض للشمس والحاجات دي كلها. فالناس فهمت ان ايوه انا لما اسافر انا كده بغير جو وبروح للشاطئ مع الشمس الجميلة وأكيد هخف. فهم مؤمنين إن في يوم كئيب بيجي مرة في السنة وفي اليوم ده لازم أهرب منه، مع إن الرأي المعارض إن ده واحد من أنواع الاكتئاب، هو مؤقت في فصل معين بس بيكون موجود كل سنة تقريبا. فحتى لو مشوا ورا كلام البلو ماندي وحجزوا كام يوم فالمشكلة ما اتحلتش. ده يمكن لأنهم خلقوا الجو
باعوا الحاله. زي بالظبط المثال اللي ممكن تكون سمعته، ان مثلا ستاربكس مش بتبيع احسن قهوه وماكدونالدز مش بيبيع احسن برجر، بس هم باعوا لك الحاله والتجربه، اللي هو ايوه انا جاي من ستاربكس ماشي بالكوبايه اللي عليها اسمي الغاليه، على عكس ان صعب التقبل ان عندي مشكله وكمان مشكله نفسيه. فاللي عملوه عشان يخلقوا البلو ماندي، كلف اللي هو بتاع التحفيز عمل حسبه رياضيه عشان يلاقي اكتر يوم كئيب من خلال جمع بيانات عن الجو والديون بعد الكريسماس، وبقى ده هو البلو ماندي. شكرا على استماعك. يعني قول لي رايك في التعليقات بعد كل ده، شايف اليوم ده حقيقي ولا لا؟ قيم البودكاست على المنصات الصوتيه، واشوفك المره الجايه ان شاء الله.